السلام عليكم. أنا فاطمة القوية وماشي غير اسم. أنا قصة وقصة وحدة دازت من طريق صعيبة، والطريق ما كانش متوقعها، يعني عمري ما كنت متوقعة من اللي غادي يوقع لي هذا المرة. المهم ولكن مشيت في براسي مرفوع. المن دخل حياتي بلا استئذان، بلا استئذان، وجمع الألم والتعب والقوة، ولكن ما قدرش ياخد مني حاجة. اللي عندي أغنى هي القوة والإيمان بالله. أما أنا اللي عرفت بالمرض الدنيا وقفة شوية في عيني. سألت علاش وكيفاش ومنين جاني هذا المرض، واش نقدر نكمل. ولكن من وسط هاد التساؤلات كان الصوت في قلبي كيقول لي يا ربي ما كيعطيه التجربة إلا وكيعطيه معاها القوة. ومن ثم بديت كنوقف على رجليا، حتى إذا كانت رجلي ضعيفة قلبي كان قوي. وهانتم هنايا كتشوفوني راني واقفة وكنقاوم رغم المرض ورغم كل شيء، واقفة وكنحاول نساعد وبغا ندير وبغا ندير. المعاناة ما كانتش غير جسدية، كانت نفسية حتى هي. كاين الأيام كنت كنفيق وما نعرفش واش نقدر نبتسم ولا غير ندمع. كاين ليالي طويلة وأيام فيها كنهضر والصمت كيوجع قلبي، وكنسد عليا في بيت مظلم وكنبقى غير نخمم. ولكن في وسط هادشي كامل كان عندي كنز، هو العائلة. عائلتي ما تخلاوش عليا وما خلاونيش بوحدي، وقفوا معايا في كل خطوة وفي كل دمعة وفي كل دعوة. كانوا كيشدوا يديا ملي تنطيح وكيقولوا ليا راكي قوية واحنا معاك. وجودهم كان دواء وكلامهم كان أمل، وحبهم كان طاقة، وكنستمد منهم القوة باش نكمل. اتعلمت من المرض بزاف ديال الحوايج، اتعلمت نصبر ونحمد الله على القليل قبل الكثير، ونفرح باللحظات الصغيرة. اتعلمت إن القوة ماشي في الجسد، القوة في القلب وفي العقل وفي الثقة بالله. أنا اليوم ما كنقولش إني ما كنتعلمش، ولكن كنقول ما كاينش الاستسلام. أنا فاطمة المريضة نعم، ولكن قبل كل شيء
مجتهدة وكان حاولت لك القدر. أنا فاطمة اللي بكيت وتعبت، ولكن عمرني ما هزيت الراية البيضا. علاش؟ دابا في تيك توك ما شاء الله تبارك الله عليهم، حتى هما كانوا كيشجعوني وكيزيدو يقويوني، مكانش غير دعم العائلة، كاين حتى دعم الأصدقاء ديال تيك توك. والنهار الأول ملي درت تيك توك يعني كنت يائسة، ولكن ملي بديت وكملت تبارك الله هما اللي شجعوني أكتر فأكتر. أما القصة ديالي مازالت وعمرها ما تاني، مادام مازال فيا الدم وفيا النفس كطلع وكتهبط، أنا مازال كاينة وعمرني ما رفعت الراية البيضا، حيت مادام فيا النفس، مادام في قلبي الإيمان غادي نكمل ونبقى نقول أنا قوية بربي وبعائلتي وبإرادتي وبالأصدقاء ديال تيك توك. هذا ما كان، هذه كانت القصة ديالي معاكم، يعني بكل اختصار. أنا غير حبيت نشارك معاكم. إذا عجبكم بحال هاد الفيديو كتبوها ليا باش نولي نشارك معاكم هاكا، نعاود ليكم كل نهار قصة على حياتي. المهم غادي نخليكم مع السلامة، وربي يحفظكم ليا، وشكرا على التشجيع اللي كتشجعوني، وبارك الله فيكم والله يسركم، وديما بقيم الله يعليه الجنة، ومع السلامة.